الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. سلام سلام من أغلى وأجمل متتبعات على قلبي، إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية وانتم قاعدين تشاهدوا معايا في هذا الفيديو تاعنا اليوم اللي جيت نطلع لكم فيه ونقول لكم جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى كامل الأمة الإسلامية. بالنسبة للفيديو تاعنا اليوم راح نشارك معكم فيه كما شفتوا معايا في الفيديو روتيني ليوم الجمعة، وكما كامل العائلات الجزائرية أول حاجة اللي راح نديروها يوم الجمعة هي النيتواياج لو غران ميناج اللي راح نديروه. لهنا تقسمنا الخدمة، اللي يحكم النيتواياج اللي يحكم الكوزينة. أنا اليوم حبيت أني نشارك معكم الوصفة تاع الرشة، وصفة خفيفة سهلة وقوة في البنة. كيما يجيو عندك ضيافك تقدري تقدمي لهم الرشدة تحضر لك في وقت قصير وتجيك واحد البنة ما كانش كيفها. لهنا يا زينات راح نجيبوا البرمه تاعنا نوضعوا فيها كميه من الزيت، ملعقه من الزبده، نحطوا الدجاج تاعنا كميه تاع الدجاج اللي تكون على حساب افراد العائله، ونضيفوا لها التوابل. بالنسبه للتوابل راح نضيفوا ملح وفلفل اسود برك. نقليو هذاك الدجاج تاعنا مليح. بعد ما يتقلى لنا راح نبداو نمرقوه. لهنا يا زينات البرمه تاعنا باش تجينا بنينه لازمنا نقليوها مليح، ولازم الدجاج تاعنا يتقلى ونعطيوه الوقت تاع التقليه مليح. نمرقوا البرمه تاعنا بالماء اللي يكون سخون، ونضيفوا الكميه تاعنا تاع الحمص والخردل. الخردل راهي اختياري، كل واحد واش يحب ياكل، تقدروا تستغناو عليها. وننتقلوا للتحضير تاع الحرش. لهنا يا زينات بالنسبه للحرش راح نحتاجوا فيه كميه من الفياند عشي تاعنا. لا فياند تاعنا لازم تكون ذو نوعيه جيده، وتعرفوا الجزار اللي تشريو من عنده. نضيفوا لها كميه من الملح، كميه من الفلفل الاسود، مبشور الليمون، عصره تاع القارص، عظمه. ونضيفوا لها تاني ملعقه من الزيت العادي ولا كميه صغيره بك من الزيت العادي، وتزيدوا لها كميه صغيره من الزبده. توضعوهم مع بعضهم، تدخلوهم مليح في هذيك الفيانداشي تاعكم. بعد ما تدخل لكم مليح راح نضيفوا لها كميه صغيره من لا شابلور. لهنا يا زينات بالنسبه للزبده وللزيت راح يخليو لكم الفيانداشي تاعكم كيما تشكلوها، يخليو لكم السطح تاعها املس. تشكلوا الفيانداشي تاعكم دي بولات، تستعينوا بالماء هكا في يديكم باش يجيكم السطح املس تاع الحبات تاعكم تاع الفيانداشي، وتنتقلوا لتحضير الرشته. لهنا يا زينات بالنسبه للرشته تاعي انا ماهيش تاع الدار، شريتها من برا عادي في المحلات التجاريه. بصح لقيت واحد النوعيه ما شاء الله جاتني على الكيف. تبداو تفكوا فيها هكا ما بين يديكم، وتوضعوا لها كميه من الزيت هكا باش الرشه تاعكم تبقى لكم كل حبه وحدها وماهيش رايحه تعجن لكم. توضعوها في الكسكاس وتخليوها تفار لكم، تخليوها تفار مليح. بعد ما تفار لكم مليح راح توضعوها في القصعه ولا في الحاجه اللي راح تخدموا فيها، وتبداو تملحوها. تضيفوا الكميه تاعكم تاع الملح، ومن بعد تبداو تبخوا فيها بالماء عادي، وتبداو تدخلوا لها هذاك الملح اللي ملحتوها به، وتفكوها بهذه الطريقه. بعد ما تشرب هذاك الماء اللي ضفتوه لها راح توضعوها في الكسكاس، وتزيدوا تخليوها تفور للمرة الثانية. بصح يا زينات الحاجة اللي نقول لكم ليها، وضعوا لها كمية كافية من الماء، وفي نفس الوقت خليوها تشرب هذاك الماء اللي وضعتوه لها. بعد ما تضيفوا لها كميه مليحه من الملح وكميه مليحه من الماء وتدخلوهم لها مليح، راح تخليوها كما قلت لكم تشرب هذاك الملح والماء اللي وضعتوهم لها، وتعاودوا توضعوها تفور لكم للمره الثانيه. وفي كل مره توضعوها تفور لكم لازمكم تعطيوا لها حقها في الفران، لازم تفور مليح. بعد ما فرطنا للمره الثانيه عاودنا نزلناها وبدينا نفكوا فيها بهذه الطريقه كما قاعدين تشوفوا فيها راهي سخونه. لهاد المرة كما راح نسقيوها بالمرقة تاعها. بالنسبة للمرقة جبنا كمية من المرقة صفيناها. الحاجة اللي نقول لكم ليها ونأكد لكم عليها، لاصوص تاعكم لازمكم تصفيوه باش تمرقوا به، عفوا ترشوا به هذيك الرشة تاعكم. بعد ما توضعوا في هذيك الرشدة راح تخليوا لها الوقت باش تزيد تشرب لكم هذاك العصاص، وتروحوا تصفيوا البرمه تاعكم وقتها راح تصفيوها كيما يطيب لكم الدجاج والخضره اللي وضعتوها في البرمه لتما راح تصفيوها. بعد ما تصفيوها راح تلوحوا هذوك لي بولات تاع الفيانداشي اللي حضرناها مع بعضنا. لهنا يا زينات بعد ما كانت الرشه تاعنا راهي شربت هذاك العصاص وضعنا لها كميه مليحه شربتها مليح،
نعاودو نوضعوها تفرنا هكا تكون الرشة تاعنا اللي حضرناها مع بعضنا وجدت سهلة خفيفة حضرناها مع بعضنا. نوضعو هذيك الرشة تاعنا ونسقيوها بهذيك المرقة اللي طابت ما شاء الله، ونزينوها من فوقها بالفيونداشي وبالعدام وبالدجاج اللي طيبناه وتجينا ما شاء الله. لهنا يا زينات نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا اليوم. اللي كان عجبكم ما تنساوش تدعموني بجيم واشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي تحبوهم، وتضغطوا على زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد في قناتي بإذن الله. واللي تحب تتواصل معي على صفحتي في الفيسبوك ولا صفحتي في الانستغرام، راح نخلي لكم الرابط تاع صفحتي على الفيسبوك وصفحتي على الانستغرام وصفحتي على تيك توك في تعليق مثبت. ادخلوا للتعليقات راح تلقاو تعليق مثبت اللي راح تلقاو فيه كامل الروابط تاع الصفحات تاعي. هكا يا زينات نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامة، اتهلاو في روحكم.